السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة كيك اسفنجي، ينفع لكل حاجة. ينفع نعمل بيه جاتو، ينفع نعمل بيه تورتاية، ينفع ناكله مع الشاي او الشاي باللبن. حاجة سهلة جدا. عندنا المقادير بتاعتي زي ما انت شايفة كده، هنزل بها تدريجي في الخلاط. لو ما عندكيش خلاط، مضرب يدوي مفيش اي مشكلة، بس اكيد الخلاط متوفر في كل بيت، احسن من الكبة واحسن من المضرب الكهربائي. نزلت في الخلاط بتاعي بأربع بيضات بحرارة الغرفة. لو عندي في التلاجة بطلعهم من قبلها بفترة. ضفت عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، بتبقى ريحتها أقوى. بعدين ضفت ذرة الملح مع قوام البيض، بتدي قوام في الأول حلو جدا. بعدين ضفت معلقتين خل، برضو في الأول مع البيض والسكر، بيدي قوام حلو جدا. نزلت بكوباية ونص من السكر، وعليهم كوباية من الحليب. الحليب يكون سخن بس مش بيغلي. يعني أنا لو عندي حليب بسخنه او بغليه يهدى شوية بس واحطه، بيدي قوام حلو جدا للكيكة بتاعتي. عندي هنا استخدمت الكيكة بالكاكاو، 3 معالق كاكاو. لو حابة بالفانيليا مفيش اي مشكلة، شيلي الكاكاو. بس انا استخدمت 3 معالق من الكاكاو. اضرب كل المكونات بتاعتي كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب والقوام معايا يفتح شوية او يديني رغوة. نزلت هنا بكوباية من الزيت، يكون زيت كويس وريحته نظيفة، ملهوش ريحة نفاذة، لحد ما اضربهم ضربة يختلط كل المكونات مع بعض. القوام معايا كله انضرب واتمزج في بعضه. ما تخافيش من الحليب ان نسوي البيض، لا طبعا، لان احنا عندنا حاطين مكونات تانية مش هتأثر على البيض لوحده. عندي هنا بنزل بالخليط بتاعي في بولة خارجية، عشان انزل باللبن تدريجي، سوري، بالدقيق تدريجي. بنزل اول حاجة بكمية من الدقيق، يعني حابة تنزلي بيه على مرتين، حابة تنزلي بيه على 3 براحتك. وابدأ ادمجه في اتجاه واحد، ما بلفش كتير، عشان ال- الهواء او الفقاعات او القوام اللي انا عملته ما يخرجش والكيكة تكون هابطة معايا. ببدأ بضيف الكمية التانية من الدقيق واحدة واحدة، وبلف في اتجاه واحد وبشويش، علشان ما اخرجش الهواء اللي في الكيكة بتاعتي وتكون كيكة هابطة. بقلب بالراحة جدا. هو مش سريع عشان انا مسرعة الفيديو، بس انا بعمل في اتجاه واحد. وعندي في الصينية بتاعتي كنت مبطناها بمعلقة زيت ودخلته فرن درجة حرارة 180. اتمنى تجربوها.